سنة 1955 نشرت مجلة الكواكب صورة لشفيقة القبطية، لكن الغريب إن الصورة دي كان مكتوب تحتها إنها الصورة الفوتوغرافية الوحيدة لشفيقة. لكن لما تابعت الصورة وقارنتها مع صور تانية لقيت إن الصورة دي مش صورة شفيقة خالص، لأن في صورة تانية لشفيقة هي الأقرب لشفيقة بسبب طريقة لبس الغوازي في الوقت ده. المشكلة مش إن الصورة اتحطت غلط، المشكلة إن الصورة دي اختاروا على أساسها بطلة فيلم اتعمل عن شفيقة القبطية. الفيلم ده اتعمل سنة 1962 وكان بطولة هند رستم، وطبعا اختاروها لأنها الأقرب في الشبه من مين؟ من صاحبة الصورة مش من شفيقة. مين بقى صاحبة الصورة؟ هو ده السؤال. دي صورة ماتا هاري واللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة، واللي عملت انقلاب تاريخي في فكرة الرقص، وهي أول واحدة نقلت طريقة العبادة الوثنية في الديانة الهندوسية اللي كانوا بيسموها الرقص المقدس. نقلته بنفس الشكل وبنفس اللبس وبنفس الأسلوب واللي بعد كده سموه الرقص الشرقي. نقلته ازاي ومين اللي نقله وازاي وصل مصر؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة